المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائي الإرثي والمستهل بالعناوين. بدء حملة الطلاب الصيفية في جنوب البحر الأحمر. إدخال مشروع إنشاء موقد خالي من الدخان في ضاحية عبد. المواطنون العائدون من إنجلترا يشجعون العاملين في صيانة الصرف الصحي. غوتيريس يحذر من انزلاق الصين وأمريكا إلى حرب باردة. أمريكا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن حادث تصادم في قاع البحر. تريزا ماي تتنحى رسميا عن زعامة حزب المحافظين. السلام عليكم ورحمة الله. بدأ طلاب مدرسة ولد آب ولد مريم الثانوية في مدينة عصب حملة الطلاب الصيفية في إقليم جنوب البحر الأحمر. أوضح منسق برنامج العمل الصيفي الطلابي في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأستاذ برهاني قبرز قابيهير إن الحملة التنموية يشارك فيها هذا العام حوالي 450 طالبا في أفامبو عصب للقيام بأعمال تشجير وحماية التربة وحفظ المياه. وقال إن برنامج العمل الصيفي الطلابي برنامج وطني يهدف لمشاركة الطلاب في وقت إجازتهم في الأنشطة الأهلية وتقوية وحدتهم والتعرف على محيطهم. وقد قدم هذا العام توضيحا للطلاب وأولياء أمورهم قبل التوجه للعمل حول أهداف الحملة. وذكر الطلاب قيامهم بأنشطة نفير مستمرة في مدرستهم، وسيعملون بفعالية في الحملة التنموية التي يقومون بها حاليا خارج مدرستهم. تجري أنشطة فاعلة لإدخال مواقد أدحنة التقليدية خالية من الدخان في ضاحية عبد في مديرية مندفر عبر وزارة الزراعة وإدارة المديرية. أوضح السيد فساهية تصفاصين مسؤول تنمية النباتات في المديرية المشرف على العمل بأن السكان في مناطق عدقاول وقومورو وأبعبو وعدي شمعدي ودامبا وعدي إيتاو وعبي عدي يسعون لإدخال موقد أدحنة الخالي من الدخان في منازلهم مستفيدين من التوعيات المقدمة عبر الخبراء. وذكر السيد فساهية بأن العمل بدأ قبل 6 أشهر، حيث أنجز حتى الآن حوالي 354 موقد تقليدي خالي من الدخان، واختتام أكثر من 50% من العمل الموضوع، فيما تجري جهود لإكمال الباقي في وقت وجيز. وأشارت السيدة وانجيلاويتا أسرات منسقة البرنامج إلى أن الحد من هدر الطاقة العضلية والضمان الصحي للأمهات يلعب دورا كبيرا في ضمان الإصحاح البيئي والحد من قطع الأشجار الجائر، لذا تجري مساعي حثيثة لإدخاله في كل منزل وهي ضرورة ملحة. وذكرت المستفيدات من الموقد بأنهن اكتشفن أهمية الموقد عندما جربنه على أرض الواقع، معبرات عن ارتياحهن لما وجدنه من توفير للطاقة والمتاعب. وتقع ضاحية عبد على بعد 8 كيلومترات غربي مدينة مندفرة حاضرة الإقليم الجنوبي. نظم المواطنون العائدون من إنجلترا وتأطروا في جمعية 2004 مأدبة غداء تشجيعا للعاملين في صيانة مجاري الصرف الصحي، وذلك بتقديم امتنانهم لأعضاء مشاريع الدهلو وقسم المياه في الإقليم الأوسط وشركة أسبيكو للإنشاءات الذين يعملون ابتداء من يناير في تغيير أنابيب مجاري الصرف الصحي وتنظيف المجاري. وأشاد أعضاء الجمعية لوكالة الأنباء الإريترية بالعمال المشاركين في الأعمال الشاقة الجارية لحل إشكالية مياه الشرب والحفاظ على نظافة العاصمة أسمرة. من جانبهم عبر العمال عن امتنانهم للمواطنين الذين يقومون بتنظيم مآدب مماثلة تشجيعا لهم. أكد سكان مديرية قارورة على استعدادهم لفعالية برامج التنمية التي تنفذ في منطقتهم في عهد السلام الذي تحقق بصمود وتضحيات الشعب الإريتري. وأشار السكان إلى المشاريع الكبيرة المنفذة على مستوى البلاد في مرحلة التحديات، وهي خير شاهد على إمكانية الشعب الإريتري للعمل إذا وجد السبيل. وذكر السكان إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديريتهم على مراحل وحسب الأولويات، وقد وجدت إشكالية المواصلات والاتصالات الحل في إطار جهود توفير الخدمات الاجتماعية بعد تجمعهم، وأكدوا على جاهزيتهم لإرساء الخدمات المتبقية.
تجري أنشطة نفير في مديرية ماي عيني بتنسيق عمال المؤسسات العامة والطلاب والسكان لحماية الترب وحفظ المياه. وشمل العمل صيانة طريق ماي عيني كوعتيت وإصلاح مجاري المياه بجانب الطريق. وقد بدأت السيارات بالمرور من الطريق الذي تم إصلاحه، حيث دعا السكان إدارة الإقليم لإيجاد حل دائم للطريق لأهميته الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، نظم نفير في مقبرة الشهداء بمايدمة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. نتوقف سادتي مع فاصل ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن من المهم منع انزلاق الولايات المتحدة والصين إلى حرب باردة جديدة في ظل استمرار النزاع التجاري بينهما. وأدلى غوتيريش بتلك التصريحات في جلسة عقدت بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينغ بينغ ضمن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. وانتقد الرئيسان الروسي والصيني خلال المنتدى الحروب التجارية العالمية. هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هيمنتها على بقية الدول تعد وصفا للحروب التجارية والحروب الحقيقية. واحتج بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ على ما أسماها بالمنافسة غير العادلة والحماية التجارية، وقال إن النهج الأمريكي يعزز معركة بدون قواعد حيث يحارب الجميع بعضهم البعض. وأبلغ بوتين المنتدى الاقتصادي الذي يحضره الرئيس الصيني شي جينغ بينغ أن الولايات المتحدة تسعى لفرض هيمنتها وسلطتها القانونية في أنحاء العالم. تبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بعد تصادم وشيك بين سفينتين حربيتين أمريكية وروسية في بحر الصين الشرقي، حيث اتهمت كل منهما الأخرى بممارسة سلوك خطر يفتقر للمهنية. وذكرت وكالات أنباء روسيا أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي قال إن السفينة الأمريكية تشانسلور فيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة لا تتجاوز 50 مترا من المدمرة الروسية أميرال فينوجرادوف التي اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب التصادم. ونقلت الوكالات عن الأسطول الروسي في المحيط الهادي قوله إن الواقعة حدثت في بحر الصين الشرقي بينما كانت مجموعة من السفن الحربية الروسية تسير في مسار موازٍ لمجموعة قتالية تابعة للبحرية الأمريكية. ورفضت البحرية الأمريكية هذه الرواية للحدث، وقالت إن سلوك السفينة الروسية كان غير آمن ويفتقر للمهنية. تأتي الواقعة بعد أيام من خلاف بين واشنطن وموسكو بعدما اعترضت طائرة مقاتلة روسية طائرة استطلاع تردد أنها غير آمنة بالقرب من سوريا. تنحت تيريزا ماي رسميا عن منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لكنها ستظل رئيسة للحكومة لحين اختيار خليفتها. وكانت ماي قد أعلنت استقالتها قبل أسبوعين قائلة إنه لمن دواعي الندم الشديد أنها لم تتمكن من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. ويتنافس 11 عضوا في حزب المحافظين على زعامة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء. ويتوقع أن يعلن الفائز بالمنصب خلال شهر يوليو، وستظل ماي زعيمة حزب المحافظين خلال عملية الانتخاب. وقد هيمنت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي على رئاسة ماي للوزراء، وانقسم أعضاء حزبها بخصوص هذا الموضوع، وفشلت هي في تمرير صفقة بريكسيت في البرلمان. وكان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس الماضي، ثم تأجل تاريخ المغادرة إلى 12 من إبريل، وتأجل مرة أخرى إلى 31 من أكتوبر المقبل.
نفايات بلاستيكية متناثرة على طول الشاطئ تبتلعها مياه البحر وتختلط مع الأعشاب، غالبا ما تصبح عن طريق الخطأ غذاء للطيور والأسماك والسلاحف. وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن حوالي 100 ألف من الحيوانات البحرية تموت سنويا بسبب النفايات البلاستيكية. باحثون من جامعة تل أبيب توصلوا إلى حل لهذه المشكلة بابتكارهم خامة جديدة للبلاستيك صديقة للبيئة قابلة للتحلل تلقائيا. ويعتمد هذا الاختراع على إضافة مادة البوليمرات الطبيعية، وهي مادة مركبة من وحدات متماثلة تذوب ببعضها البعض. وألمح إلى أنه يمكن استخدام هذه المادة لإنتاج أغلفة المواد الغذائية. ويسعى فريق البحث لإيجاد بكتيريا وطحالب لإنتاج هذه المادة بخصائص مختلفة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.